مسا على الناس النشيطة الكويسة. نقوله بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. في البداية كلامي هيكون على وجع قلب شوية، انتوا سألتوا واستحملوا إجابتي بقى، وهتكلم معاكم بما يرضي الله. فعاوزاك يا ست الكل تطرطقيلي ودانك الحلوين، وتدخلي برجلك اليمين وتشمري كمامك، وتصلي على النبي في سرك كده، وخليكي يعني ست سخية. واكتبيها كمان في التعليقات، وادعيلي دعوة حلوة كده بظهر الغيب لعل وعسى تكون ساعة استجابة، واحنا في ايام مفترجة. ادعيلي ان ربنا يحفظ لي اولادي، وربنا يعيني على اللي جاي. انا الصراحة بواجه مشاكل اكتر بكتير من اللي بتكون ظاهرة لكم. يمكن هيبقى في طراطيش كلام الفيديو ده، بس اتمنى من الله ان انتوا تفهموني وما تحوروش كلامي على مزاجكم. فعايزاكم بقى تحطوا لايكات كتير وتشيروا الفيديو في كل مكان، ولو انت جديدة يا ست الكل تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطة من قناتي، اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئة الله هقدمه معاكي الفترة الجاية. بصي بقى، انا من وجهة نظري لما بتموت لغة الحوار بيموت معاني كتير معاها. يعني التفاهم بيبقى مفيش تفاهم، نو تفاهم في الحياة. بيبقى فيه إجبارية على حاجات كتير، بتبقي مجبرة، بتبقي من كتر ما جهدتي وبذلتي جهد في ان انت تحاولي توصلي للي قدامك قد ايه ان في مشكلة ومحتاجة ان هي تتحل ضروري، واللي قدامك مش مستوعب ولا فاهم ولا مهتم. بيموت حاجات كتير. فالحياة بتكون مملة، فأيامك كلها بتكون شبه بعضها. يمكن الفترة الأخيرة حسيت بده قوي، ماشي، لدرجة ان انا حسيت ان احنا عايشين زي الاغراب في بيت واحد. مش عايزاكم تستغربوا من كلامي، انتوا سألتوا واستحملوا اجابتي. انتي مكبرة الموضوع مأفورة، لا والله انا ولا مكبرة ولا مأفورة. بس بحاول ان انا اخد نصايح من اللي اكبر مني سنا تنفعني في حياتي. بمناسبة ان في ناس بتتابعني بقالها 30 سنة و40 سنة متجوزين ولسه مستمرين، واحنا لسه كام سنة يا دوبك وخلاص قضينا يعني. بس يا تويا لو سمحت، حبيبتي بقولك بس. ف بابا جاي. المهم، فنرجع تاني لكلامنا. انتوا اتصالحتوا ازاي؟ احنا ما تصالحناش. مش عايزاكم تستغربوا، ولكن اجبارية المعيشة والاطفال والحياة والكلام ده كله ما خلتش فيه حتة للاعتذار ولا في حتة للمصالحة او خلاص اللي بينا اتصافى. لا، هو مفيش حاجة اتصافت ولا كأن حاجة لم تكن. وللأسف ده اكبر غلطة بتحصل، لان بيتراكم عليها حاجات كتير انتي اصلا ما بتبقيش حليتي مشكلة، ماشي، فبتيجي المشكلة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. عشان كده من اقل مشكلة تلاقي نفسك انهارتي والبيت بيقع ويتدمر معاكي وحياتك بتتهد. فعايزة اقول ان ده مش حالي لوحدي، غالبا ده بقى حال كل الستات. من كتر ما انتي خلاص بتكوني بذلتي جهد كبير بتيأسي. خلاص انتي وصلتي لمرحلة اليأس، لو انتي خلاص ما عندكيش الطاقة ان انتي تبذلي مجهود او تحاولي ان انتي يعني تحطي المبادئ اللي كنتي عليها في البداية. فكلامي طبعا اتغير في الكام سنة دول، كام سنة جواز كلامي اتغير. لا، انا نفسي لما بسمع فيديوهاتي زمان واسمع فيديوهاتي دلوقتي بلاقي في حاجات كتير اتكسرت وما رجعتش تاني مكانها، واللي اتكسر كده كده ما بيتصلحش. انا اسفة لو مش بتكلم في محتوى الفيديو او مش بفسر انا بعمل ايه. بس يمكن اللي مدمر حياتي الفترة دي ان اللي قدامك بيرفض يشوف ان في مشاكل ومحتاجة ان هي تتحل ضروري عشان تعيشي مستقرة وتعيشي حياة هادية بسلام، من غير اي مشاكل، من غير اي ضغوطات. مفيش اهتمام بده. صدقوني اقسم بالله انا ما عارفه انا بقول لكم الكلام ده ازاي، بس يمكن بحاول اعبر لكم عن شويه من اللي انا حاساه. انا فاكره اول مشكله كبيره جدا كانت يعني كان فعلا مشكله في بيتي حرفيا، مش جايالي من بره او حد كان السبب فيها. جه اليوم يا اخواتي اللي اثبت فيه ان انا كنت صح وكان قراراتي صح، وكان كل حاجه بفكر فيها وقتها صح. فالحمد لله. يعني برجع تاني لنقطة الصفر واقول
الحمد لله بعد الجواز وشيل المسؤولية وخلفة الأولاد، أنا دايما تفكيري بيبقى لصالح البيت وللعيال ولحاجات تانية كتير. مش بفكر بأنانية أو بفكر في نفسي، لأ، شايفة نفسي إن أنا اتغيرت للأحسن كتير من واحدة ما كانتش متحملة أي مسؤولية وهي في بيت أهلها، متدلعة، مش بتعمل حاجة، مش يعني محدش معتمد عليها في حاجة أساسية. والحمد لله يعني لما اتجوزت شلت المسؤولية وتفكيري دايما الحمد لله شايفة ان هو بيبقى ناضج سنة عن سنة. فباختصار شديد احيانا ان انتي تنفصلي في غرفة وزوجك في غرفة بعد المشكلة مش هو ده الحل للأسف الشديد. بتفضلي على كده كام يوم، اسبوع يا ستي، بتقعدي 10 ايام وبعد كده بترجع المية لمجاريها تاني وترجعي تتكلمي وكأن اي حاجة لم تكن. ده برضو مش افضل حل لحل المشاكل، بالعكس يعني بيبقى فيه تراكمات خلاص، لان ما بتبقيش حليتي المشكلة الاساسية. وطبعا صحاب الخبرات بقى يقعدوا يقولولك ايه، طنشي، الجواز عاوز تطنيش، فكري في نفسك وفكري في عيالك. طب انا يعني لما انا افكر في نفسي وفكر في عيالي، طب ما انا انفصل احسن لي وبرضه هكون بفكر في نفسي وبفكر في عيالي. يعني احنا بقى لو فكرنا بالمنطق وفكرنا تفكير عملي وتفكير صح يرضي كل الاطراف، ايه لازمتها ان انتي تكوني مجبرة تعيشي مع شخص مش عارفة تتفاهمي معاه؟ طبعا يعني ايه، في ناس كده بتحب تديكي بهاريز خبراتها، خبرة السنين، اللي هو ايه، انا من ساعة ما بقيت افكر في نفسي وانا مرتاحة. طيب لو انتي دلوقتي مع شخص عايشين تحت سقف واحد، ولا انتي بتخافي عليه ولا هو بيخاف عليكي، ولا بتكنوا لبعض اي مشاعر ولا اي حب ولا اي احترام، ايه لازمتها الجوازة؟ يعني لازمتها ايه؟ صراحة مش ده اللي احنا كنا بنحلم بيه خالص في حوار الجواز والليلة الجميلة دي. بس ما علينا، في كلام مينفعش ان هو يتقال، آه يمكن هيوضح الصورة اوسع واكتر وحاجات زي كده. بس خلينا نقول ان عادي يا بنات، يعني كله بيعدي في الاخر، يوم حلو يوم وحش والدنيا بتمشي والدنيا جميلة. بس اهم حاجة ان انتي تختاري الوقت الصح اللي تحاولي ان انتي تحلي فيه مشاكلك، والله المستعان. المهم يا اخواتي زي ما انتوا شفتوا كده انا عملت ايه او جهزت ايه معاكم. طبعا ما اخترعتش الذره، انا كنت عامله معاكم فيديو تفريزات. ماشي يا روحي تسلميلي. كنت عامله معاكم فيديو تفريزات يا بنات، بتاع ورق العنب، كان في حبه كده مهلهلين كده شويه في صينيه لو فاكرينه. الحبه دول يا اخواتي اشي صغير قد النمنمع على ورق مقطع، ما ينفعش اصلا. اختكم بقى ايه، الست القروبه الجباره الشاطره بقى اللي ما فيش زيها اتنين، اللي قطمت ظهرها. وحرفيا بعد تصوير الفيديو ده قعدت يومين حلوين متكومه والله العظيم زي ما بقول لكم كده، ظهري وجعني جدا من قعده من القعده دي. بقيت شويه اقعد وشويه اقف عشان احاول ان انا احشي زي ما انتم شفتوا. طبعا الخلطه انا عملتها معاكم كتير قبل كده، بس لا كان عندي قلب كوسه ولا فلفل الوان، ما كانش عندي غير كام قرن كده من الفلفل الرومي، قطعته يعني غسلتهم وقطعتهم مكعبات كده وحطيتهم. وبدات يعني اقسم كده باقي الخلطه واعينها كده في علبه عشان ادخلها التلاجة. وباقي الرز اللي عندي حطيت عليه لحمه مفرومه. طبعا كميه الاكل اللي انا اعمله هتكون قليله جدا، ف هستنى بقى ان ابو العيال يزود لي عليهم فلفل عشان اكمل باقي اكلي. المهم يا اخواتي ان انا قلت حرام بدل ما يترموا وكده، ويا ريتني ما قلت حرام. انا بقى كان نفسي في الوقت ده اشوف امي اللي قعدت تقول لي الحاجه غاليه وخساره واعمليه واوعي ترميه، كان نفسي اشوفها والله العظيم وانا قاعده مقطوم ظهري القعده دي. المهم بقى ان انا كنت طالعه ايه لايف على الفيس، وقبليها كنت طالعه لايف على التيك توك. بالمناسبه يعني اللي مش متابعني على التيك توك او على الفيس ففايته كتير، يعني انا بطلع هناك لايفات كتير مع اخواتي حبايبي، لو حابين ان انتوا تتابعوني هناك. بصوا يا بنات انا بعتذر لو في دوشه، صدقوني انا مش عارفه اسيطر على لولي خالص، يعني انتوا عارفين السن ده بيبقى صعب ازاي. المهم يا اخواتي ان انا عايزه اقول لكم بطني اتنفخت اكل ورق عنب ني والصراحه كنت عماله ادي للبت تيتويه معايا، لما تشوفني باكل بتقول لي هاتي، فكنت بديها. فالصباع اللي يطلع معايا مكعور او مقطع مش حلو كنت باكله. مين بقى يا اخواتي بيعمل زي اعترفي كده، اختي ما تخبيش عليا بتاكلي المحشي ني. بصوا بصراحه انا ما بحطوش في الحله عشان ما يفرطش رز او يعجن ويبقى شكل الاكل في الاخر في التقديم ما يبقاش حلو.
فالصباع اللي كان بيطلع معايا ملفوف وحلو كده بحطه. بصوا انا كنت بعمل ايه، الورقه اللي هي مقطوعه مثلا من النص او مقطوع منها حته، كنت بلصمها كده وبحط ايه، ورقتين على بعض زي ما انتوا شايفين. يعني بصوا الورقه دي مقطوعه من الجنب، فبجيب عليها ورقه تانية واحطها، وفي الاخر هتتلف معايا وهتبقى زي العسل، يعني مش هتبان اصلا. وطبعا الرز كده كده لما بيستوي بيفشر كده وينفش وبيبقى جميل، فمش هتبقى مكلكعه او اللي هي مثلا ورقتها تخينه والرز قليل، لا مظبوطه الصراحه. بس لفتها وطلعت معايا حلوه. ايه ده، كلتها ليه مش عارفه. مش عارفه كلتها ليه، غالبا كنت بتعشى ولا ايه مش عارفه. المهم يا اخوتي ان انا قولوني اتنفخ من الرز الني ده، بهدل لي القولون. قعدت انقط في الورق على قد ما اقدر، طبعا هتلاقوا في شويه كده متكومين على ورقه الجرنان. بصراحه كان في كتير قوي صغير زياده عن اللزوم، ماليش خلق ان انا الفه، مش قادره صراحه ان انا اقعد اجمع ورقتين على بعض. كميته كانت كبيره بس عشان هو صغير قوي فمش باين. بس انا رميت لي تقريبا كده، تقريبا مش عارفه بقى ربع كيلو ولا تمن. ما بصراحه ما جاليش خلق ولا طقطان عشان املى الحله دي كلها. يعني عندي ما شاء الله خلطه كتيره، والرز مقسوم جزئين، رز باللحمه وخلطه عاديه من غير لحمه، ولكن ما قدرتش الصراحه. يعني الموضوع فعلا خرج عن سيطرتي في حته التعب ده. اخد وقت كبير قوي، وفي الاخر هم دول اللي طلعوا معايا. طبعا انا مش برمي العيدان، انا بحطها في الحله زي ما انتم شايفين. وقت تقديم الاكل ممكن اشيلها كده لو يعني بقدر اشيل الكميه اللي اقدر عليها، لان هي بالنسبه لي بتبقى بدل الليمون. يعني بدل ما انت مثلا هتعصري ليمون على ورق العنب وهو بيستوي او في وقت التقديم، لا هو بيبقى مزز وطعمه زي العسل كده. بصوا بقى يا اخواتي انا هعمل ايه. انا هجيب باقي الخلطه عشان افضي الحله بقى، وابدا ان انا اغسل مواعيني والم دنيتي دي. هفضيها في قلب البوله زي ما انتم شايفين كده. دي اللي هي الرز باللحمه، هي غمقت معايا شويه من ساعه ما حطيت اللحمه، مش عارفه ليه. ماشي، فهبدا ان انا افضيها في البوله عشان طبعا يعني الاكل كده هيكون قليل، يعني شويه المحشي اللي اتقطم ظهري فيهم دول مش هيكفونا، فهنجيب عليهم بقى فلفل رومي. وبعدين هبقى اوريكم ان شاء الله شكل الاكل الفيديو الجاي. انا عايزاكم ان انتوا تدعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم في التعليقات، لعل وعسى تكون ساعه استجابه وربنا يجعلها من نصيبي ولكم 10 امثالها. وبس والله يا اخواتي، حطوا بقى لايكات كتير للفيديو، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.